محبين قناة طريق فانز، مرحبا بكم. تحية طيبة وطابت أوقاتكم بكل خير في هذه الإطلالة الخفيفة، واللي من خلالها غنناقشوا عاجل أساطير كرة القدم الإفريقية يحضرون قرعة كأس إفريقيا 2025 في الرباط. هادشي كامل وكثر غتشاهدوا معنا في هذا المقطع، ولكن قبل نصلي ونسلم على خير المرسلين محمد رسول الله فضلا وليس أمرا، بغيتكم تدعموا قناتي بالاشتراك، تفعلوا إعجاب، ويلا على بركة الله. بداية، يحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين 27 يناير مراسم سحب قرعة كأس إفريقيا 2025، والتي ستشهد حضور عدد من أساطير كرة القدم الإفريقية، من بينهم عصام الحضري، باتريك بومبو، أيمن مكلولي وجيرفينيو. وسيستضيف هؤلاء النجوم الذين مثلوا بلدانهم في العديد من البطولات الإفريقية وتركوا بصمة خالدة في تاريخ كرة القدم القارية. طابعا خاصا على هذا الحدث الذي ينطلق تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي بتوقيت غرينتش. وأبرز أساطير الحاضرة في الحدث كأول نجوم: عصام الحضري من مصر، حارس المرمى المخضرم واكبر لاعب سنا يشارك في كاس العالم بعد ما ظهر في مونديال 2018 بعمر 45 عام. توج مع المنتخب مصر بلقب كاس افريقيا 4 مرات، سنه 1998، 2006، و2008 و2010، وحقق نجاحات قاريه مع نادي الاهلي. وباتريك بومبا الكاميرون، نجم المنتخب الكاميروني الفائز بكاس الافريقيه عام 2000 و2002، وحائز على جائزه افضل لاعب افريقيا لعام 2000، كما قاد الأسود غير المروضة إلى التتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني 2000. مومو سيسوكو من مالي، ساهم في تحقيق نتائج مميزة مع منتخب مالي في بطولات إفريقية بعامين 2004 و2013، وتألق في صفوف أندية كبرى مثل ليفربول، يوفنتوس، وباريس سان جيرمان. رابع لاعب وكريستوف كوتونغو من زامبيا، قائد منتخب زامبيا خلال التتويج التاريخي بلقب كأس الأفريقية 2012، واختبر أفضل لاعب في البطولة بعد أدائه المميز. أيضا أمين المتلولي من تونس، الحارس الذي مثل نسور قرطاج في 4 نسخ من البطولات وتوج باللقب مع نسور قرطاج في 4 نسخ من البطولات، وتوج بلقب بطولة أفريقيا المحلية في 2011. كما ساهم في تحقيق الألقاب مع نجم الساحلي. خامس لاعب هو جيرفينيو من الكوت ديفوار، احد ابرز نجوم المنتخب الكوت ديفوار في العصر الحديث. توج مع الافيال بلقب كاس الافريقيه في سنه 2015، وشارك في نسختي كاس العام 2010 و2014، وتالق في انديه كبرى مثل ليل الفرنسي، وارسنال الانجليزي، وروما الايطالي. ويمثل هذا الحدث البارز انطلاقا على التنازل نحو البطوله التي ستقام على الاراضي المغربيه، حيث تتجه الانظار الى استعداد تنظيميه والفرق المتاهله للمنافسه على اللقب القاري الاعلى في مسرح محمد الخامس في الرباط. اذا شاهدتي معنا المقطع النهائي بغيتكم تدعموا هذه القناه بالاشتراك، تفعلوا اعجاب، والى اللقاء يا اصدقاء بحلقه قادمه ان شاء الله.